سلام البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. كالعاده طولت عليكم وراني وليت وما وليتش يديا فرغانين. جبتكم ان شاء الله تحليه. رانا في موسم تاع القارص، جبت لكم تحليه بالقارص بدون طهي بدون تعب، تحضروها في وقفه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الفكره تاع اليوم، تجربوها وما تنساوش حبيباتي تخليوا لي جيم، تخليوا لي تعليقاتكم، هذو كامل يحفزوني بزاف بزاف. باسكو صراحه راني بديت نفشل وحتى راني نقرر نغلق القناه باسكو ما لقيتش تفاعل، ما لقيتش حتى نتيجه. المهم اليوم ان شاء الله راح نمد لكم وصفه من قلبي، ان شاء الله يا ربي تجربوها واكيد اكيد راح تعجبكم يعني على ضمانتي. اول حاجه كما دائما نقول لكم مرحبا بكم في المطبخ تاعي. نحضروا الوصفه هذه خطوه بخطوه. اول حاجه لهنا عندي مقادير تاع الكريمه. لهنا عندي كيلة غير ربع ماء، نفس الكيلة غير ربع سكر، ونفس الكيلة يعني كيلة غير ربع تاع عصير ليمون. نديرهم الان في طاوه ونضيف لهم مبشور تاع حبه تاع قارص. نخلط جيدا السكر قبل ما نديوها على النار، نخلطوه جيدا، نديوها للنار لهنا تدفى برك. قيس ما تلاحظوا باللي هذوك حبيبات السكر ذابوا لكم. هذا على واش رانا نحوسوا، ماشي حتى يغلي الخليط. نحطوا هذاك الخليط بعد ما سخن لنا، بعد ما ذابوا حبيبات السكر، نحطوه يدفى يبرد شويه، نصفيوه، نحيولو هذوك مبشور تاع الليمون، نتحصلوا على خليط يعني صافي، ما صافي. ولهنا ملاحظه، ليه ما نخليوش الخليط تاعنا الماء هذاك يكون سخون كي نديروا فيه البيضه باش ما طيبناش. ان شاء الله يا ربي تكون وصلتكم الفكره. نوليو صفيت هذاك الخليط، ضفت له ليكستري تاع القارص، مركز تاع القارص مع الملون، ودرت له الان بيضه وزوج مغارف تاع نشاء. لحد الان راهو واضح. نخلط جيدا باش تتخلط لي البيضه هذيك ونشا. نعاود نحطهم فوق في الكاسرونه تاعي ونديهم على النار لهنا مع التحريك المستمر حتى الخليط تاعي يجمد، ونتحصلوا على هذا النتيجه. يعني مش يجمد حتى ليسونسيال تحسوه تماسك. لهنا جبدته، ضفت له ملعقه تاع زبده، ولهنا ضفت له ملعقه معمره مليح تاع لافاني. نخلط جيدا هذيك الزبده كامل الذوب لي، نحطه في طبسي، نغلفه بغلاف شفاف ملامس يعني للسطح، ونخليه يبرد. في الوقت هذا نروح نحضروا الكريمه. انا الان عندي كاس بودره شونتي، عندي نص كاس حليب، وعندي 2 علب ياغورت بذوق الليمون. لهنا ضروري جدا الياغورت بذوق الليمون. نروح الان نخلطهم حتى نتحصلوا على كريمه. يعني هذه خطوه بسيطه جدا. يعني من الاحسن الضرب الكهربائي هو اللي يطلعها لكم بسهوله. هنا بعد ما طلعت لي الكريمه شوفوا القوام تاعها كيفاش يكون، وما شاء الله يجي زاكي. نروحوا الان، انا راح نديرها الان في مول جماعي. يعني وانتم حبيتوا ديروها في اكواب فرديه لكم الاختيار. انا حبيت نديرها هكذا للعائله، يعني بصح لو كان عندكم مناسبه ولا تقدروا ديروها في اكواب فرديه. لهنا عندي لي بودوار، عندي الحليب من الاحسن ندفيوه باش البودوار تاعنا تشرب الكميه تاع الحليب وتجي طريه. كيما راكم تشوفوا نغطس في الحليب ونستفهم كامل في البلاطو. لهنا كاين اللي حاب يدير الشربات، بصح الشربات فيها بزاف كميه تاع سكر، انا نفضل الحليب احسن. لهنا الحليب تقدروا تضيفوا له شويه تاع سكر يعني نورمال عادي، انا فضلتها هكذا تكون ماهيش حلوه بزاف، تحليه خفيفه يعني تاع الصح. كيما قلت لكم الان نستف هذوك لي بودوار تاعي في الاناء في البلاطو، ونديروا طبقه تاع كريمه اخرى. يعني لهنا راكم تشوفوا تحليه بسيطه جدا، في وقفه ديروها تحطوها تبرد وتشربوا وتاكلوها العشيه، ولا تحطوها في السهره، ولا يعني توالم بزاف.
بعد ما حطيت طبقه تاع الكريمه نروحوا الان نزيدوا طبقه اخرى تاع لي بودوار، نشمخ في الحليب ونستف. حتى نكملوا الكميه كامله تاعنا تاع لي بودوار. ونزيدو نديرو لها كطبقه نهائيه كميه تاع الكريمه. انا كانت فضلت لي شويه تاع الكريمه كيما راكم تشوفوا المول تاعي تعمر، فضلت لي شويه تاع الكريمه درتها في كؤوس، يعني حبيت نمد لكم فكره فقط. ملست لها الوجه جيدا للبلاطو تاعي. لهنا هذيك الكريمه كيما قلت لكم ديروا لها فيلم غذائي لامس السطح باش ما ديرناش القشره. نعاودوا نخلطوها برك. انا يعني عاودت صفيتها يعني هكذا باش تعطيني نتيجه مضمونه يعني ورائعه وتكون ملساء صح. زدت صفيتها بعد ما حطيتها جمدت ونحطوها في السطح. هذا مكان، هذه هي الوصفه تاعنا، اسهل منها ما كانش. يعني انا حطيتها في بوش باش تسهل عليا العمليه وتجيني عمليه يعني متقونه وعمليه سهله. كي تحبوا ما ديروهاش حطوها فقط هكذا برك ومشيوها بملعقه. هذا مكان. ولا هنا الكميه تاع الكريمه تاع الليمون تولي لكم الا كانوا كنتم محبي تاع الليمون بزاف راكم ديروا طبقه كبيره، ولا كان تحبوا غير الكو هذاك الخفيف برك ديروا طبقه صغيره. هذا مكان. عفوا لكن حبيتوها ديروا طبقه كبيره كيما انا نموت على القارص، ولا ما تحبوش الذوق القاصح هذاك تاع الليمون ديروا طبقه خفيفه كامل. لهنا بعد ما كملت زينتها حطيتها بردت جيدا، تحب تبرد هذا التحليه. زينتها شويه بتاع ورق تاع نعناع وشويه قارص من الفوق. وهذه هي الوصفه تاعي. كما قلت لكم الكريمه اللي فضلت لي درتها في كؤوس. نجيبوا الان نقسموا معكم حبه تشوفوا يعني من داخل تجي تشهي يعني ما شاء الله وسهله. راكم شفتوها في وقفه ندار. نتمنى ان شاء الله جربوا الوصفه هذه، يعني راهي مفيده ما فيها حتى حاجه يعني اللي تضر. الياغورت مفيد، البسكويت راه مغمس في الحليب، الكريمه راكم شفتوها يعني فيها كميه قليله يعني ماشي بزاف تاع سكر. يعني وصفه مفيده اقل ما يقال عنها. شوفوا يعني ما شاء الله كيفاش تجي كريميه. هذيك طبقه تاع البسكويت تجي مشمخه بالحليب. نتمنى ان شاء الله تجربوا الوصفه. ما تنساوش حبيباتي تخليوا لي تعليقات تشجعني، ولا عندكم اي طلب قولوه لي. ما تنساوش تخليوا لي جيم باسكو هذاك الجيم راهو يساعد الفيديو يطلع بزاف. ونقول لكم مع السلامه في فيديو اخر.